مصطفى زيدان صفقة الأهلي اللي جاية خلاص، الأهلي بيخلص فيه مصطفى زيدان قريبا جدا جدا جدا. هنسمع عن صفقة مصطفى زيدان. مين مصطفى زيدان؟ طيب قول لنا عليه. طيب يا عم اوحى، هقول لكم كل حاجة، ما تستعجلوش، كملوا بس لحد آخر الفيديو وانا هقول لك بالتفصيل مين مصطفى زيدان وجنسيته ايه وبيلعب في الدوري ايه كمان، وهقول لك كل حاجة على الصفقة. طبعا هو دوت بديل لمحمد علي بن رمضان، لو الأهلي ما قدرش يخلص علي محمد علي بن رمضان هيخلص مصطفى زيدان. طبعا احنا دوشنا في الفترات اللي فاتت عن محمد علي بن رمضان جاي، محمد علي بن رمضان مش جاي، ده في مشكله في الصفقه، في مشكله مع النادي والكلام ده كله. فاحنا هنجيب لكم بقى الخلاصه، لو الاهلي ما خلصش مع دوت هتكون مصطفى زيدان بديل محمد علي بن رمضان في نادي الاهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من تايم الأهلي، معاكم أوحى. وقبل ما نبدأ بأي حاجة يلا يا شباب على طول نذكر الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنساش تضغط على اللايك لو لسه ما ضغطتش على اللايك، وكمان تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصل لك كل جديد بننزله، وإن شاء الله على طول أنت أول واحد تتفرج عليه يا عم، ما يكونش أي حد تاني يتفرج عليه. لو فعلت زر الجرس وعملت اشتراك هيجيلك الفيديو انت اول واحد. النهارده بقى هنتكلم على مصطفى زيدان اللي معانا النهارده، ومعانا كمان هنتكلم على كام حاجه كده تخص نادي الاهلي، وهنتكلم على قرعه دوري ابطال افريقيا وقرعه كمان الكونفدراليه اتعملوا النهارده، وطبعا نزل الفرق اللي هتلعب مع الاهلي والفرق اللي هتلعب مع الزمالك والفرق اللي هتلعب مع بيراميدز. فكل دوت هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله. بس قبل ما نبدا بقى الكلام على دوري ابطال افريقيا، حابب بس اتكلم معاكم على مصطفى زيدان. مصطفى زيدان بيلعب في الدوري النرويجي. طبعا اللاعب دوت لو الاهلي خلص فيه مش هيتحسب كاجنبي. ليه بقى مش هيتحسب كاجنبي؟ علشان اللاعب جنسيته فلسطيني، طبعا زيه زي وسام ابو علي. فالاهلي لو خلص فيه، الاهلي داخل فيه بقوه جامده جدا جدا علشان الحته دي، عشان النقطه دي، ان هو ما يخسرش اي حد من الاجانب اللي عنده. فاللاعب هيكون زي وسام ابو علي، فيقدر الاهلي يستفاد بيه، وان هو ما يفرطش في اي حد من الاجانب اللي عند نادي الاهلي. فطبعا مصطفى زيدان بيلعب في حته نص الملعب اللي هو متقدم كده، هو شبيه لمحمد علي بن رمضان، بيلعب نفس الحته دي يعني، وكمان بيلعب مهاجم صريح، يعني بيلعب في نص الملعب كان بيزيد يعني وكده، زي امام كده في الاهلي، وزي لو اتفرجتوا على محمد علي بن رمضان برضو بيلعب الحته ديت. فاللاعب هيفيد نادي الاهلي جدا جدا لو جه مصطفى زيدان. طبعا مصطفى صغير جدا لسه في السن، يعني تقريبا عنده 26 سنة، وكمان كان عنده رحلة احتراف كده، كان في الدوري الاماراتي تقريبا كده، كان بيلعب في الدوري الاماراتي، وكمان يعني الدوري الاماراتي، وكمان لعب ماتشات قليله جدا مع فريق اسمه حته في الدوري الاماراتي. لعب حوالي تقريبا 5 مباريات، صنع فيهم 6 اهداف وجاب فيهم هدفين. 5 مباريات بس لعبهم، صنع فيهم 6 اهداف وجاب فيهم هدفين، يعني لا رقم جامد جدا. يعني انت لعبت 5 مباريات وصنعت 6 اهداف وجبت جونين انت، فلا رقم يعني رقم حلو. وكمان الموسم ده ما لعبش كتير مع فريق اسمه حته كده في نادي في الدوري الاماراتي، وبعد كده راح على النرويج وبيلعب حاليا دلوقتي في النرويج. واللاعب مرحب جدا لانضمامه لنادي الاهلي. فطبعا ده حوار مصطفى زيدان. طبعا اتعرض على كولر، واتعرض على محمد رمضان مدير الكوره كمان، وكمان اتعرض على لجنة التخطيط. فالتلاتة بيتكلموا مع بعض وشبه خلاص وصلوا لقرار نهائي ان هم هيخشوا في الصفقة. وبقى الفترة اللي جاية هنعرف السعر بتاعه قد ايه. هم لسه ما قالوش اي تفاصيل في اي حاجة تاني غير ان هم اتكلموا على مصطفى زيدان اللي هو الفلسطيني اللي بيلعب في النرويج. لسه ما نعرفش اللاعب هيقف على الاهلي بكام، ولسه ما نعرفش هيجي في الصيف دوت ولا في يناير. بس هو الاهلي على قد ما يقدر عاوز يخلص اي لعيب حاليا دلوقتي قبل
ما الصيف او الميركاتو الصيفيه تخلص عشان يستفاد باللاعب في الدوري، ويستفاد كمان في عندنا بتاع بطوله الانتر، وكمان بطوله كاس العالم في 2025. ده خلاصه مصطفى زيدان لانضمامه لنادي الاهلي. تعال بقى هنخش نتكلم على دوري ابطال افريقيا. طبعا هنجيب مجموعه الاهلي الاول. مجموعة الأهلي وقع معانا شباب بلوزداد، طبعا الفريق الجزائري العنيد جدا جدا. على فكرة مجموعة مش سهلة جدا خالص، عشان الجماهير ما تفكرش ان احنا واقعين في مجموعة سهلة، مجموعة صعبة جدا جدا. شباب بلوزداد دوت طبعا فريق جامد جدا في الجزائر. وطبعا الفريق اللي معانا التاني من جنوب افريقيا او اسمه اورلاندو باتريس، طبعا فريق جامد جدا، اتفرجت له على كام مباراة كده. لا فريق حلو جدا جدا. وفريق تاني اسمه ملعب ابيجدان في تقريبا كودوفار. فبرضو انا ما اتفرجتلوش بصراحه الفريق ده. بص، اي فريق صعد لدوري ابطال افريقيا فريق صعب. بص، ما يعني ما فيش فرقه هتصعد لدوري ابطال هتكون سهله خالص. كل الفرق عينيها على البطوله وعينيها على المركز اللي بعد المجموعات دوت. طبعا كله عاوز يصعد من المجموعات، وطبعا زي ما انتم عارفين ان اول وتاني بس من كل مجموعه بيصعد. تعال نشوف مع بعض مجاميع او مجموعه بيراميدز. طبعا بيراميدز بيلعب في دوري ابطال افريقيا برضو مع الاهلي. وقع مع مين بقى بيراميدز؟ وقع مع الترجي التونسي. فريق جامد جدا، وفريق يعني هنتكلم برضو في الفيديو دوت ان شاء الله ان مين مترجح، او مين الاقوى في البطوله اللي مترشح ان هو ياخد بطوله افريقيا دي. من ضمنهم مع الاهلي الترجي. فالترجي جامد جدا جدا. وانا برضو حاطط امل في بيراميدز. بيراميدز مدعم بشكل جامد، وفريق خد بطولات خلاص، يعني عرف طريق البطوله. خد بطوله الكاس، فعاوز بقى ايه ينافس. فانا حاسس برضو ان هو هيعمل حاجه في بطوله افريقيا اللي هي هتشتغل ان شاء الله في المجموعات دي. وطبعا معاه فريق اسمه جولبايا تقريبا وسجرادا. ففرقتين برضو انا شايفهم سهلين، مفيش الا الترجي اللي معاه، يعني ممكن في المجموعه دي يصعد بيراميدز والترجي. تعال بقى نشوف مجموعه الزمالك في الكونفدراليه. مجموعه الزمالك محظوظه شويه. ليه بقى محظوظه؟ علشان هي على طول بيقع. يعني السنه اللي فاتت وقع معاها فريق مصري تقريبا فريق اسمه الفريق المصري اللي هو حاليا دلوقتي فيوتشر. فيوتشر هو اللي وقع معاه السنه اللي فاتت. وطبعا ليه بقى انا بقول لك الزمالك محظوظ؟ علشان الزمالك هيلعب الماتش بتاع المصري ده، هيلعبه هنا في مصر. يعني انت فاهم، هيلعب ذهاب وعوده في مصر. فهيريح اللعيبه بتاعت الزمالك، لان هو مش هيسافر ويروح في يعني هو هيسافر بس ماتشين. هيسافر فريق المباراه بتاعت انيمبا دي، تمام، وفريق اسمه بلاك بلوز الموزمبيقي. الفريق ده برضو الزمالك هيسافر له. يعني الزمالك هيطلع يسافر مرتين بس، وبقيه الماتشات كلها هيلعبها هنا في مصر. ومن ضمنها طبعا المصري البورسعيد هيلعبوا ذهاب وعوده هنا في مصر. فالموضوع سهل بالنسبه للزمالك. طبعا المجموعه ديت انا متوقع ان شاء الله المصري والزمالك هيصعد ان شاء الله من المجموعه ديت. ويكون برضو الفرق المصريه كلها صعدت في المجموعه اللي بعد كده يعني. فان شاء الله كل التوفيق للمصري البورسعيدي، وكل التوفيق للزمالك، وكل التوفيق للبيراميدز، وكل التوفيق للاهلي. فطبعا كل دوت في الاول وفي الاخر بيمثل لمنتخب مصر. في الاول وفي الاخر كل اللعيبه ديت هتنضم المنتخب وهيبقوا اصحاب. فاحنا عايزين الفتره اللي جايه جميع المنتخب او الفرق المصريه تخش اي بطوله، تلعب على المنافسه، وتلعب على كمان ان هي تاخد البطوله دي ان شاء الله. طبعا احنا هنتكلم على الاهلي ان شاء الله. الاهلي ياخد البطوله ديت. بطوله صعبه جدا جدا جدا. كل الفرق ديت اللي انا قلتها لك، طبعا انا ما جبتلكش المجاميع التانيه، فرق جامده جدا. سان داونز والوداد، يعني حاجه جامده جدا. تقريبا الوداد مش داخل السنه دي، اللي داخل الرجاء. لا فرق جامده. حتى اللي لو مش موجود الوداد، لا في فرق تقيله جدا في دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله انتظرونا في حلقه بكره جامده جدا جدا جدا.
جايب لكم صفقة جامدة ان شاء الله. صفقة مصطفى زيدان ديت لو الاهلي اتكلم ودخل رسمي ان شاء الله برضه هطلع في حلقة بكرة وهتكلم معاكم فيها، هقول لكم كل التفاصيل فيها. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وان شاء الله كل جديد هتلاقوه في طيم الاهلي. وكان معاكم اوحى من طيم الاهلي. وفي النهاية شكرا لدعمكم واشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.